285 يوم، 40 اسبوع، 9 شهور عدوا عليك خلاص. صح، انت كنت ذاكرت وتعبت وذاكرت وتعبت او حتى ما ذاكرتش خالص. التسع شهور خلصوا ودلوقتي انت بقيت في اهم شهر. اهم 30 يوم هيعدوا عليك طول السنة. 30 يوم هيحددوا الناس اللي انت هتكون في وسطهم في الكلية بتاعتك، المجتمع بتاعك، الناس اللي حواليك، دراستك وحاجات كتير جدا. بيحددها 30 يوم اللي بيخلصوا يوم بعد يوم بعد يوم من غير ما تاخد بالك، وهتلاقي انك وصلت على حافة اسبوع الامتحانات. بس اكيد يعني انت عارف كل الكلام ده ومش مستنيين اقوله لك. اللي عايز اقوله لك فعلا النهارده كلام اكتر شوية عن مشاكل قابلتني في الشهر ده، زي القلق والتوتر الزايد، الخوف والتسويف والمواد اللي عايز تلمها. كلام كنت اتمنى حد يقوله لي السنة اللي فاتت وانا في مكانك دلوقتي. كنت هبقى مستعد اكتر وفاهم اكتر من تجربة حد بيحكيها لي. والنهارده انا هنا عشان اكون الشخص ده بالنسبة لك. عارف انت الصورة الشهيرة دي؟ الراجل كان على بعد تكة من انه يوصل لحاجة كبيرة اكبر بكتير مما هو كان متخيل او فاكر، بس بعدين هو شاف شخص تاني احسن منه او بيعمل مجهود اكبر منه، فهو زهق وتعب فوقف. بس تخيل كده لو هو ما كانش وقف وكان كمل التكة دي كمان، تفتكر هو كان هيبقى مبسوط اكتر من كده بكتير اصلا؟ صح؟ كلكم في الفترة دي هذا الشخص. بقالكم 9 شهور زي الحامل بالظبط، بتنزلوا دروس وبتيجوا من الدروس تذاكروا وتناموا، وتنزلوا دروس وتيجوا من الدروس وتذاكروا وتناموا، وعلى مدار 9 شهور بتعملوا نفس الحوار ده. فالطبيعي ان الكل يجي في الوقت ده بالذات ويتعب جامد، فيبطل يذاكر او يقلل مذاكرته بالنسبه لمواد معينه، بيشتت نفسه باي حاجه حواليه، موبايل، كتاب او فيلم او حتى اي حاجه مفيده. بس الفكره ان ده مش وقتها، بيقعد يعمل كل حاجه حرفيا الا الحاجه اللي المفروض تتعمل فعلا. صح، انت تعبت ومش قادر تذاكر وانا معاك في ده، بس ده الشهر الاخير اللي هو خلاص كلها كام يوم وتخلص من كل حاجه. وزي ما الحامل ما بتولد، خلاص داخل في الشهر العاشر اهو يعني. آه المثال الغريب ده. المهم ان الدنيا هتتظبط، يعني انت في الشهر العاشر خلاص الدنيا اللي عايز اقوله ان حاول في الفتره دي بالذات تبعد نفسك عن اي مشتتات. اي فيلم نفسك تشوفه، الموبايل، فيسبوك، انستجرام، يوتيوب، وكل الحاجات اللي حواليك دي وكل الناس اللي عماله تصيح دول، صياحك هيبقى احلى منهم لو انت فعلا ما جبتش درجه ما عجبتكش. وما تذاكرش على حسب مزاجك، عشان خليك فاكر ان الكل بينجز لما مزاجه يكون رايق وفايق ان هو يذاكر. بس المميز، الشخص المميز هو اللي بيذاكر هو مزاجه سيء، رايق، اي حاجه. وهو ده بالظبط نفس الشخص اللي بعد السنه الطويله دي كلها هيكون عنده حريه الاختيار ويدخل الكليه اللي هو فعلا عايزها. صح، انت تعبت، بس اتعب سيكا كمان عشان توصل لحاجة اكبر بكتير من اللي انت كنت متخيلها. وابعد عن التسويف وركز على الحاجات المهمة، وكلها 4 اسابيع والدنيا هتتظبط. فشد شوية كده، وصدقني انا عارف ان هم صعبين بس فعلا مهمين جدا جدا، فشد شوية عشان دول اخر 30 يوم قبل الامتحانات اللي انت بتتدرب عليها بقالك مدة كبيرة جدا. هتلاقي دلوقتي كل المدرسين بتراجع وكل الناس شادة وكله بيذاكر وكله مندمج في الحاجة اللي هو بيعملها، بس مرة واحدة هتلاقي حاجة جاية من وراك كده وبتفاجئك، وهي الوقت. هتلاقي ايامك بتعدي بسرعة جدا بالذات في ال 30 يوم دول. اسرع 30 يوم هيعدوا في حياتك حرفيا. والنهارده زي دلوقتي كده هتلاقي نفسك قاعد على الديسك والمراقب بيقول يلا يا شباب اللي فاضل له حاجة يكملها عشان هلم الورق. فعلا هتلاقي الوقت بيعدي عليك بسرعة جدا، فلازم تكون واخد بالك من كل يوم بيعدي عليك. محدد اللي انت هتذاكره بالظبط في اليوم علشان تعرف تستغل الايام دي فعلا بشكل صح. حدد المنهج بتاعك، اعرف اوله فين واخره فين، واعرف غلطاتك وصلحها، ركز عليها وحل اكتر، عشان فعلا جوه اللجنة الاسئلة اللي بتيجي في الامتحان تحسه كأنها عارفة نقط ضعفك عارفة الحاجات اللي انت ما ذاكرتهاش دي وجاي عليها اسئلة. فمرة تانية بقولك حط خطة للأيام دي واكتب تاسكات كل يوم بيوم، عشان فعلا الأيام دي بالذات هتلاقيها بتعدي عليك بسرعة جدا وأنت مش واخد بالك. بالذات في سحلة الدروس بتاعتك، ان هو انت بتنزل الدرس بتراجع وبتخلص الكلام ده وبترجع تذاكر، بتلاقي اصلا اليوم خلص فبتنام وتصحى تلاقي يوم جديد ويلا بينا يلا بينا. هتلاقي الايام بتعدي عليك بسرعة جدا. فانت محتاج انك كل يوم من قبل ما تصحى اصلا، ما تسالنيش ازاي، تكون كاتب تاسكاتك، عارف النهارده اليوم ده انا عايز اطلع منه مخلص كذا وكذا وكذا، وبكره هخلص كذا وكذا، عشان اخر الاسبوع اكون انا مخلص كذا واكون وصلت لكذا بالظبط كذا. وفي فيديو انا كنت عامله عن ازاي تستغل الكام يوم اللي قبل الامتحانات دول وتحط فيهم خطة والكلام ده كله، ممكن يفيدك. هحط لك في الديسكريبشن اللينك بتاعه بشوف. في دراسة اتعملت في 2012 الباحثين حللوا نتائج جمعوها من خلال اختبار ذكاء اللي هو الاي كيو لمجموعة من الطلاب، ولقوا ان الطلاب اللي كلوا او فطروا قبل الاختبار ده حققوا درجات افضل بشكل عام من الطلاب اللي ما كلوش او ما فطروش. وبتأكد كمان الدراسات دي ان الاكل قبل الدراسة المذاكرة
أو التركيز ممكن إن هو يحسن من الأداء العقلي ويزود التركيز بشكل عام، وكمان الجوع ممكن يؤدي لتشتيت الانتباه وانعدام التركيز والتفكير الصح بشكل عام. وفي نفس الوقت تناول برضه وجبة كبيرة وإنك تبقى مفجوع على الأكل بيأثر برضه على التركيز، بيخليك تحس بالتعب والنعاس والضعف العام في الجسم وانعدام التركيز وكل الحاجات الوحشة دي في باكج واحدة كده. ساعات من كتر خوفك قلقك او حتى تركيزك بتكون مركز على الحاجة اللي في ايدك بشكل كبير جدا لدرجة انك بتنسى نفسك وبتنسى الاكل. والحاجة فعلا اللي ممكن تخليك تتوتر تتعب او تخاف او تركز اكتر حاجة هو بالذات ال 30 يوم دول، عشان انت عليك ضغط من كل حتة، من المدرسين ومن نفسك مش محتاج اقول لك طبعا. فانت في الوقت ده بتنسى الاكل، فبتبقى رفيع كده وشكلك وحش، ودي مش حاجه صح. اكيد الاكل هيفيدك بالظبط زي المذاكره، زي ما سمعت هو اصلا هيساعدك تزود تركيزك وتستوعب اكتر الكلام اللي انت بتشوفه وبتسمعه ده اصلا، وتقدر انك تكمل وما تحسش بالتعب كل يوم بعد يوم، وجسمك نفسه يكون كويس ويقدر انك تعدي بيه الكلام ده. عارف ان الكلام ده كله بديهي وانت عارفه اكيد ومش مستنيين ان انا اقوله لك، بس انا باكد عليك علشان في الفتره دي بالذات مع السحله دي كلها وانك قاعد اصلا مركز وكل تركيزك منصب على حاجه واحده، انت فعلا بتنسى نفسك وبتنسى الاكل. يعني انا شخصيا اصلا في الفتره اللي انت فيها حاليا دي، انا بقى قبلها كنت بروح الجيم بقى وباكل كتير ومنظم اكل بقى وبتاع، وصحتي كانت في احسن احوالها مش عايز اقول لك يعني. بس بقى مع دخلة الشهر ده انا مش بس نسيت ان انا اروح الجيم اللي انا ملتزم عليه بقى لي سنين قبلها، لا انا نسيت اروح الجيم ونسيت اكل وهدومي بقت واسعه عليا كانت ضيقه اصلا. فطلعت من الشهر ده بالظبط كاني كنت محبوس بقى لي شهر ما كنتش باكل غير فطيره الخبز. فانا مش عايزك تكون كده، انا عايزك تفتكر الاكل وعايزك تطلع من الشهر ده بالذات باقل خسائر بالذات جسمانيا وصحيا. فانت محتاج تهتم بالاكل حتى لو لدرجه انك لو هتظبط منبهات في اليوم بتاعك تفكرك بميعاد الفطار والغداء والعشاء، انت محتاج تاكل كويس عشان تقدر تركز اكتر. فما تنساش الاكل وكل كويس، مش محتاج ان اقول لك طبعا. مرة تانية باكد عليك ما تعملش الاكل، انا مش عايزك تطلع رفيع وخسران كتير من نفسك، فاطلع كده، اطلع بعضلات، اطلع بصحتك زي ما انت. فما تنساش الاكل، اظبط منبهات حتى وبس. في الفترة دي ايه هي اولويتك؟ هل هي انك تذاكر ولا تراجع حاجات قديمة ولا تحل ولا تعرف ايه هي نقط ضعفك؟ انت محتاج في الكام يوم دول بالذات تحدد اولوياتك بشكل كويس قوي، فخليني اساعدك. انت محتاج تختبر نفسك كتير، تحل كتير، تحل كويس بشكل كفاية على كل المواد، على كل حرف في المواد، عشان انت لو ما عملتش كده هتلاقي النتيجة دي في الاخر في اللجنة في اخر الامتحان وانت مش عارف تحل. فانت لازم تحل كتير وتختبر نفسك وتحل امتحانات اكتر بكتير مما انت فاكر، علشان في الاخر نتيجة الامتحان تكون مرضية بناء على كل الغلطات اللي انت هتغلطها في السكة في الامتحانات اللي انت المفروض بتحلها اليومين دول. وانت بتحلها هتلاقي نفسك بتغلط كتير، ودي مش حاجة وحشة. كل ما بتغلط اكتر كل ما بتتعرض لغلطات كان ممكن انها تكون في امتحان اخر السنة وتغلط فيها. فكل ما تغلط وتتعلم الفكرة من ورا الغلط ده وتتعلم الحاجة دي وتعرف اجابتها الصح وتفهمها، كل ما كبرت فرصتك جدا في انك ما تغلطش في الحاجة دي او ما تغلطش في الامتحان نفسه. فاستغل كل غلطة صح، اعرف فكرتها وافهم اجابتها، ومهما كترت غلطاتك في الفترة دي خليك بس فاكر وحاطط في دماغك انك بس تتعلم منها وتراجع على اللي انت بتغلط فيه ده وتفهم الافكار الجديدة اللي بتقابلك دي. فاوفر اول بشكل عام كده اللي عايز اقوله لك هو ان تختبر نفسك وتحل امتحانات واسئلة بشكل كفاية عشان غلطاتك في اخر السنة تقل كويس وتجيب درجات كفاية انها تعوض عليك باقي السنة اللي انت تعبته ده. فحل كفاية وحل كتير، حل على كل نقطة وافهم كل حاجة بتقابلك وحل. طبيعي انك تحس بالتوتر والخوف بالذات في الفترة دي او ما تحسش، وده البني ادم الطبيعي. انما اللي مش طبيعي بقى انك تكون متوتر بزيادة وخايف من كل حاجة ليه ساعتها بقى انت محتاج تقعد مع نفسك كويس كده وتعرف شوية حاجات. اولهم انت ليه اصلا متوتر او خايف؟ ليه حاسس بكده؟ مش انت لسه بتذاكر وبتحل وبتغلط وبتحل وبتغلط وبتراجع على اخطائك دي وبتشتغل؟ ايوه صح، يعني انت بتعمل اللي عليك الفترة دي مش كده؟ ايوه صح، الامتحانات قربت، بس ده بقى ليه جانبين من التفكير. اول جانب هو انك تفرح، انت خلاص قربت تخلص والسنة دي هتخلص بقى، وتفتكر كل الحاجات اللي عدت عليك من اول شهر في ثانوية عامة لغاية لما جبت درجة وحشة في امتحان الكيمياء ودرجة وحشة في امتحان الفيزياء ودرجة وحشة في امتحان الأحياء امال جبت درجة حلوة في ايه؟ المهم انك هتعدي عليك كل الذكريات دي بقى وخلاص السنة بتخلص، ويوم بعد يوم بعد يوم هتلاقي انك خلاص خلصت كل ده، وفعلا هتخلص ومش هيبقى عندك دروس تنزلها ولا مذاكرة تعملها مثلا، وهتكون فاضي تعرف بقى تشوف افلام وتفتح يوتيوب براحتك وفيس براحتك وانستجرام براحتك ومحدش يقولك قوم ذاكر
شايف كل الجوانب الحلوة دي؟ أو بقى إنك تفكر بشكل تاني وتروح للجانب التاني، وهو التوتر والخوف والقلق الزيادة، وإنك تكون كل لحظة بتفكر إن يا نهار أبيض أنا جبت درجة وحشة في امتحان العربي، يا لهوي أنا مش عارف أحل في الأحياء، أنا مش كويس في معادلات الحديد، معادلات الحديد بنت اللذينة، طب العضوية. وحرفيا كل كلمة من دول بتجري جوه دماغك في كل لحظة أنت قاعد فيها دلوقتي، أنا متأكد من ده. بس انت مش المفروض تعمل كده، ده مش صح. انا عارف دلوقتي انك بتغلط كتير وانك خايف من ده، بس انا دلوقتي هنا عشان اقول لك ان ده كان بيحصل معايا. انا لغايه امتحان، بصراحه دي ذكرى وحشه قوي ما بحبش اتكلم عنها، بس لغايه قبل امتحان العربي بيوم انا كنت بنقص في العربي بدرجات كتير قوي، بنقص بشكل غبي، لدرجه ان انا قبل امتحان العربي ده انا ما عرفتش انام في اليوم ده، اللي هو يا نهار ابيض، يعني الامتحان انا هروح ادخله وانا اصلا بغلط دلوقتي بتاع 10 اسئله بغلطهم في البيت، طب يا لهوي الامتحان هروح اغلط وبتاع وبعد ده كله مش عارف ايه. بص كان جوه دماغي حفله، وانا فاهم ان انت بتمر بيه دلوقتي. بس ساعتها بقى لما نزلت من البيت رحت الامتحان ودخلت اللجنه وقعدت ورقه الامتحان جت قدامي، ساعتها انا كنت بدات احل والامتحان كان حلو والامتحان كان سهل، ولقيت ان انا بجري في الامتحان. وساعتها بقى اللي هو كل الامتحانات اللي انا حليتها وغلطت فيها دي لغايه قبل الامتحان بيوم، كل الغلطات دي بتظهر قدامي. انا شايف دلوقتي ان انا كان ممكن اغلط في الحته دي، بس انا غلطت فيها قبل كده، فعارف ان انا مش هغلط فيها هنا مره تانية، فكنت بحلها. وفاكر ان انا طلعت من الامتحان ده مبسوط جدا، وفاكر ان انا برضو جبت درجه حلوه، بس مش فاكر كانت كام بصراحه. بس انا كنت داخل الامتحان وكنت متوتر جدا وكنت خايف جدا. بس انت المفروض اللي انت تعمله انك تثق في نفسك شويه، انت بتذاكر، انت بتعمل اللي عليك وانت بتحل، فثق في نفسك شويه وتعلم من كل غلطه بتقابلك، وما تخافش زياده وما تفكرش ما تفكرش كتير قوي كده. وفي الاخر انت اللي بتختار هتكون تبع انهي تفكير، هتفكر ان خلاص كلها كام يوم والسنه دي تخلص وتعمل كل اللي نفسك فيه وتدخل الكليه اللي انت بتحبها وتجيب المجموع اللي انت بتحبه وتعمل كل حاجه نفسك فيها، ولا تقعد بقى توتر في نفسك وتفكر في الحاجات اللي بتوترك وتقعد فاضي ما بتعملش حاجه غير انك بس تتوتر في نفسك لغايه اما الامتحان تلاقيه قدامك وانت مش عارف تعمل حاجه. فاوفر اول بشكل عام اللي عايز اقوله لك وحل المشكله دي هو انك تسحل نفسك في الحل، تدي نفسك تاسكات وتقعد تذاكر وتحط تاسكات في اول يوم. بالذات النظام اهم حاجه فعلا في الكام يوم دول، هو النظام. انت محتاج تنظم حياتك بالذات، حتى لو ما نظمتهاش طول السنه، الشهر ده بطول السنه حرفيا. انا حاسس ان انا اتكلمت كتير قوي، بس اتمنى انك فعلا تطلع باللي انا اقصده وتفهم اللي انا اقصده من الكام كلمه اللي انا قلتهم اللي فاتوا دول. ما تتوترش، انت مش محتاج تتوتر زياده، بالعكس تماما انت محتاج تفرح، عشان انت حليت كتير وذاكرت كتير ونتيجه الكلام اللي انت عملته ده كله قربت. فافرح واتبسط، انت قربت تخلص. من كل اللي انت سمعته ده انا بس عايزك تركز على الجانب الايجابي، عايزك تركز على الفرح انك خلاص قربت تخلص وهتفرح. وعايزك برضو في نفس الوقت تتوتر، عايزك تخاف، ايوه انا عايزك تخاف انك تخش الامتحان وتغلط. فعايزك تشد حيلك شويه، وعايزك تذاكر اكتر وتحل اكتر على نقط ضعفك بالذات، عشان جالي حته دين سؤال في امتحان الكيمياء هو اللي نقصني درجه، جبت 59 من 60، انا كنت بحب الكيمياء. فانت اعمل اللي عليك وخلي الباقي على ربنا، انت مش محتاج تعمل حاجه اكتر من كده. بطل خوف وبطل قلق، وركز انك خلاص قربت تخلص. انا حاسس ان انا قلت الكلمه دي كتير قوي، فبس انا عايز الكلمه توصل لك. انت قربت تخلص، اتبسط، افرح، وفي نفس الوقت توتر وشد حيلك. ولو تعبت خد بريك شويه وريح عادي، برضو استراحه محارب مفيش مانع، بس في نفس الوقت قوم كل الكتب دي. انا عايزك تشد حيلك جدا. وبس ده اللي انا تقريبا كنت عايز اقوله لك النهارده. لما تخلص مذاكرتك بقى تعالى اعمل لي فولو على الانستجرام عشان انا محتاجك هناك، ماشي؟ التركيز على ما تقوم به اليوم اهم من كثرة تفكيرك بالمستقبل. انت في النهارده، اليوم اللي انت بتعيشه بكل ساعة بتعدي عليك، ليه بقى تفضل تفكر في بكرة وما هو اصلا الا الاختيارات اللي انت بتعملها النهارده هي اللي بتحدده وبتعمله. ركز على اليوم اللي انت فيه، اعمل اللي عليك الكام يوم اللي فاضلين دول، ما تتوترش زياده وتطمن، ثق شويه في معلوماتك ومذاكرتك اللي بتذاكرها بقالك وقت كبير. ما تنساش تختبر نفسك كفايه وتحل كتير على كل المواد وتاكل وتهتم بنفسك. ما تنساش جسمك عشان تركيزك يكون اعلى معاك. وخلي بالك من الوقت وكل ساعه بتعدي عليك حاول تستغلها صح. لو تعبت خد بريك وفك عن نفسك وارجع مره تانية مش مشكله، بس ركز على اللي في يومك النهارده، ما تفكرش في بكره. كلها كام يوم وخلاص هتخلص من اللي انت فيه ده، فاتبسط، انت قربت تخلص من كل الحاجات دي.